سلمى رشيد تصدم جمهورها وتتجه إلى الغناء في الكباريهات لتعويض دنيا بطمة. إليكم التفاصيل. يبدو أن دخول المغنية دنيا بطمة للسجن فتح الباب على مصراعيه لزميلتها المغنية سلمى رشيد لدخول عالم الكباريهات والملاهي الليلية بعيدا عن الفن والغناء الذي تدعيه. فقد أثار إعلان أحد الملاهي الليلية بمراكش عن سهرة تحييها سلمى رشيد ردود أفعال متباينة وأخرى منددة بالتوجه الذي أصبحت تنهجه مجموعة من المغنيات اللائي يفضلن المداخيل المادية على الفن ولو على حساب الشرف والسمعة. ويأتي إحياء المغنية سلمى للسهرة داخل الكاباريه في الوقت الذي كانت تنتقد فيه زميلتها دنيا بطمة سابقا، حيث قالت في تصريح إعلامي سابق أنها لن تتجه طريق الغناء في الملاهي الليلية والخمارات ولو وصل بها الأمر إلى الفقر، مشيرة أنها تحترم مجال اشتغالها ومن المستحيل التقليل من قيمتها أو الإساءة لجمهورها. الإعلان تسبب في غضب متابعيها وجمهورها الذي لا نعلم سبب إعجابه بهذا بعد، حيث صاحب الإعلان المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي تعاليق مذكرة للمغنية بمواقفها التي تنازلت عنها بعدما أخفقت في أغانيها وتمثيلها وأصبحت منبوذة. جدير بالذكر أن سلمى رشيد توجهت السنة المنصرمة إلى التمثيل وهو المجال الذي عرى عن وجهلها، وبعد الانتقادات التي طالها غابت هذا العام عن الشاشة الصغيرة كما تغيب عن الحفلات والسهرات الكبرى، عدا إحياء السهرات الخاصة والمناسبات العائلية، مما دفعها للبحث عن مصدر رزق آخر لتتجه إلى الكباريهات والخمارات نظرا لسخاء السكارى في الترياش.